السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا برايمري 5 مع lesson 2 to 4. إن شاء الله هنتكلم عن ال add and subtract fraction unlike denominator. بس قبل ما نتكلم عن ال unlike denominators تعالى نفتكر بسرعة كده ال like denominators كنا بنعمل فيه إيه. For example 2 over 5 plus 1 over 5. لو هما like denominators ال denominators like على طول بنعمل keep لل denominator وبعدين بنعمل plus denominator تبقى 2 plus 1 equals 3 over 5. تمام؟ طيب for example لو هي 2 over 3 بلس 1 اوفر 4. تعالى كده ركز معايا هنا unlike denominator هنا 3 وهنا 4، فمش هتنفع تعمل add ولا subtract. طيب في الحالة دي على طول بنعمل الاستراتيجي بتاعت الكروس مالتيبيكيشن. يعني ايه كروس مالتيبيكيشن؟ يعني تاخد الدينومينيتور ده تعمله ملتبلاي الفيرست فراكشن والدينومينيتور ده تعمله ملتبلاي السكند فراكشن. تمام؟ على طول هيظهر معاك ان 4 باي 2 equal 8 و 4 باي 3 equal 12 بلس 1 باي 3 3 and 4 باي 3 12. كده على طول بقوا like denominator يبقى keep denominator and add numerator يبقى 8 plus 3 equal 11 over 12. تمام؟ يبقى أنا عندي طريقة الكروس multiplication. طيب تعال نشوف أول سؤال معانا بيتكلم عن 1 over 2 plus 1 over 3. ال 1 over 2 plus ال 1 over 3 لو أنا اشتغلت بطريقة الكروس multiplication يبقى هنعمل first fraction times 3 والsecond fraction times 2. تمام؟ هتبقى 3 over 6 plus 2 over 6. keep denominator and add numerator then 5 over 6. طيب تعال نشوف السبتراكشن نفس الاديشن، لازم يكونوا like denominator عشان اقدر اتعامل مع الفراكشنز بالذات يعني. طيب هنعمل first fraction على طول times 4 والsecond fraction times 3 فتبقى 4 by 2a over 12 minus 3 over 12 then keep denominator and subtract denominator then 5 over 12. تمام. الطريقه دي بنسميها كروس مالتيبيكيشن. في طريقه تانية بنسميها ال LCM. يعني فور اكزامبل مثلا 2 over 5 بلس 1 over 4. بدل ما تعمل كروس مالتيبيكيشن ممكن تروح تعمل LCM. وال LCM دي بنستخدمها لما يكون الدينومينيتورز كبير. تمام. طيب يعني ايه LCM؟ يعني انا بكتب مالتيبل اوف 4 ومالتيبل اوف 5 لغايه ما الاثنين يكونوا كمان في برودكت واحد بس. خلاص فور اكزامبل 4 نكتب تيبل 4 4 8 12 and 16 و 12. نكتب اول 5 فيرست بس بكل تيبل، بعدين 5 10 15 20 25. فظهر ان الاثنين هيكونوا كومن في ال 20، يبقى على طول الفراكشن دي هيكون الدينومينيتور بتاعها 20 والفراكشن دي برضه الدينومينيتور 20. طيب multiple of 5 then 5 multiply كام equal 20. count 1 2 3 4 يبقى على طول النومينيتور multiply 4. خلاص يبقى 2 by 4 8. تعال نشوف multiple of 4 4 by كام equal 20. count 1 2 3 4 5 يبقى على طول الفراكشن دي times 5 وتطلع 5 over 20. يبقى على طول keep denominator and add numerator then 8 plus 5 equal 13. تمام. الطريقه دي بنسميها LCM. طيب هنا بيقول لي 1 over 2 plus 2 over 5. خلاص بيقول لي use models to find the formula. طيب تعالى الاول نخليهم like denominators. المفروض ان انا لو عايز استخدم المودلز انا برسم سيركل والسيركل دي divided by 2 and colored 1. طيب بلس السكند فراكشن دي هرسم سيركل وهقسمها 5. ادي كده 1 2 3 4 5 وcolored 2 1 2. خلاص طيب عشان نخليهم لايك دينومينيتور لا اما نعمل كروس مالتيبيكيشن لا اما نعمل LCM. تعالى نعمل كروس مالتيبيكيشن، نعمل دي باي 5 والفراكشن دي ملتبلاي 2. طيب هتبقى 5 over 10 بلس 4 over 10. على طول هيكونوا لايك denominators 10 و 5 plus 4 equal 9. يبقى على طول المودلز الجديد لازم يكون divided by 10، لازم اقسمه ايه 10. تمام. طيب اهو كده 4 وكده 1 2 3 4 5 كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 we colored 9. يبقى انا هلون 9 pieces. 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 9
تمام؟ تمام، ده الموديل. طب تعالى هنا. طيب انا محتاج اخليهم لايك دينومينيتورز. لو انا عملت كروس مالتيبيكيشن، خلي بالك من التركه دي، هعمل الفراكشن دي ملتبلاي 4. ففي ناس عندها 12 تايمز 4، دي موضوع صعب. طيب في الحاله دي انا قلت لك لما يكون الدينومينيتورز كبير بنروح على طول لل سي ام. يعني ايه ال سي ام؟ يعني انا هكتب تيبل 4 وتيبل 12. خلاص، هكتب اول 5 فيرست بس، 4 8 و12 و16 و20. تعالى نكتب تيبل 12. انا هكتب بس 12 باي 1، هيظهر ان ال 12 هي الكومن. لو انت عايز تزود اكتب 12 باي 2 24. فيبقى على طول التو فراكشنز لازم يكونوا لايك فين؟ في ال 12. طب الفيرست فراكشن اوريدي الدينومينيتور 12، خلاص هسيبها زي ما هي، 5 اوفر 12. طيب السكند فراكشن دي بقى انا محتاج اخليها 12، فاجي في التيبل بتاع الفور اعمل كاونت 1 2 3، يبقى هنا ملتبلاي 3 وهتطلع 3 اوفر 12. على طول هنكيب دينومينيتور ونعمل سبتراكت للنومينيتور، يبقى 5 minus 3 equal 2. طيب ال 2 over 12 دي ليها سمبل فورم. يعني ايه سمبل فورم؟ يعني ال 2 وال 12 الاثنين كومن مالتيبل اوف 2، يبقى تعمل الاثنين divided by 2، تبقى 2 divided by 2 equal 1 and 12 divided by 2 equal 6. فاهم يا شباب؟ طيب. طيب. ها بيقول لي تاني add and subtract ال unlike denominator. هنا 5 over 8 plus 1 over 4. تمام؟ في استراتيجي ثالثه، ان انا لو رحت للسمولست دينومينيتور ده وسالته، قلت له في حاجه في تيبل 4 تدينا 8، هيقول لي اه اللي هي 4 ملتبلاي 2. يبقى انا بس هغير الفراكشن دي وهسيب الفراكشن دي زي ما هي اللي هي 5 اوفر 8، بلس النيو فراكشن بقى هتبقى 2 اوفر 8، فبقت 5 بلس 2 equals 7 اوفر 8. يبقى انت عندك اكتر من استراتيجي. تعال نقولها تاني. هنبدا بالسمولست دينومينيتور اللي هي 3، ونسال ال 3 في حاجه في تيبل 3 تدينا 6، اه اللي هي 3 ملتبلاي 2. يبقى هنثبت الفيرست فراكشن 5 اوفر 6 ماينس النيو فراكشن 4 اوفر 8 6، فبقت 5 minus 4 equal 1 over 6. تمام؟ طيب هنا بيقول لي you can solve the previous problem using models زي ما احنا عملناها بالظبط، زي ما احنا رسمنا المودلز اللي فاتت. تمام؟ طيب تعال نشوف example number 2 ونحلها بأي استراتيجي، المهم يخليهم like denominators. اوكي؟ example number 2 بيقول لي 3 over 5 plus 1 over 10. لو انت حابب الاستراتيجي بتاع السمولست دينومينيتور خلاص مفيش مشكله، هتروح لل5 هتدور في تيبل 5 ان يدينا 10، هتلاقيها 5 ملتبلاي 2، فتبقى 3 ملتبلاي 2 6 اوفر 10، ودي 1 اوفر 10 زي ما هي. يبقى keep denominator and add numerator then 7 over 10. تمام؟ الطريقه دي اسهل واسرع لما يكون السمولست دينومينيتور اقدر اجيب الجريتست دينومينيتور التاني. تاني نقول تاني، هنروح لل4 هنشوف ال4 باي كام ايكوال 12، يبقى 4 باي 3. يبقى هنسيب الفيرست فراكشن 4 over 12 minus 1 by 3 3 و 4 by 3 equal 12. على طول هتبقى 4 minus 3 equal 1 و 12 زي ما هي. تمام؟ دول كده اكتر من استراتيجي عشان نعمل add and subtract للدينومينيتورز. تمام؟ بعد كده بقى هندخل في النمبر لاينز وهنخليها جزء لوحده. تمام؟ وهنشوف كمان لما يكون الدينومينيتورز greatest هنعمل فيها ايه. اشوفكم السيشن الجاي ان شاء الله، ما احبش اطول عليكم عشان تقدر تشوف السيشن وتستفاد منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالتوفيق ان شاء الله.